فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطي حين حنطني، وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني، وحملوني على الأكتاف 4 من الرجال وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وأنزلوني إلى قبري على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني، فقام محترما بالعزم مشتملا، وصفف اللبن من فوقي وفارقني، وقال هلوا عليه التربى واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن، في ظلمة القبر لا هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني، من منكر ونكير ما أقول لهم، قد هالني أمرهم جدا فأفزعني، وأقعدوني وجادوا في سؤالهم، ما لي سواك إله من يخلصني، فامنن علي بعفو منك يا أملي، فإنني مثق بالذنب مرتهن، تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني، واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلا، وحكمته على الأموال والسكن، وصيرت ولدي عبدا ليخدمه، وصار مالي لهم حلا بلا ثمن، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن، خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الوهن، يا نفس كف عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني، يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا، عسى تجازين بعد الموت بالله.